قرار امتلاك وحده سكنيه بغرض السكن او الاستثمار في العاصمه الاداريه الجديده قرار مش سهل، لازم ناخده على اساس معايير. طب ايه المعايير اللي انا بختار على اساسها؟ اول حاجه وهي الديستنيشن، لازم اختار وليكن في العاصمه الاداريه الجديده هل انا هستثمر في منطقه المستثمرين اللي هي منطقه الطرح الاول المميز الموجود على النهر الاخضر، ولا اشوف المنطقه الثانيه اللي هي الار 7 اللي هي اكبر عدد كومباوندز نزل فيها، ولا اشوف اخر منطقه اللي هي في صفر السهم السعري وهي الار 8 اللي بيقولوا عليها شيخ زايد بتاعه العاصمه الاداريه الجديده. بالنسبه لمنطقه المستثمرين فهي اول منطقه طرحت في العاصمه الاداريه الجديده واكتر منطقه فيها انشاءات واعلى سعر للمتر فيها دلوقتي، وممكن نستلم فيها النهارده استلام فوري. فاحنا لو حابين نشوف حاجه سريعه الاستلام، انا عايز استلمها استلام فوري او بعد سنه او بعد 6 شهور، فدي اكتر منطقه فيها انشاءات، ولكن فيها ميزه مهمه جدا، وان هو المطورين كلهم الموجودين هناك او الاغلب هو من بيج نيمز، ناس ليهم سابقه اعمال كبيره في الماركت، فانا بتعامل معاهم وانا مطمن. تاني منطقه انطرحت في العاصمه الاداريه الجديده كمنطقه سكنيه هي منطقه الار 7. منطقه الار 7 ان هي بتتميز ان هي على دائري العاصمه الاداريه الجديده، زائد ان هي مليانه خدمات، فيها جامعات وفيها مساجد وفيها كل حاجه ممكن تحتاجها، زائد ان هو ما فيهاش تكدس كبير قوي بالنسبه للسكان، زائد ان هي على دائري العاصمه الاداريه الجديده وملاصقه لحي السفارات اللي هيكون فيه كل سفارات العالم، فطبيعي ان الكوميونتي هنا هيبقى كويس جدا، وفي نفس الوقت السعر هيعلى لان اي حد من السفارات هيكون حابب يستاجر هيتجه لاقرب حي وكمان في انشاءات وهو حي الار 7. ثالث واخر منطقه انطرحت في المرحله الاولى للعاصمه الاداريه الجديده كمنطقه سكنيه وهي منطقه الار 8. طيب زي ما حضراتكم شايفين على الخريطه قدامكم، منطقه الار 8 هي اخر منطقه سكنيه انطرحت في المرحله الاولى للعاصمه الاداريه الجديده، وهي اكتر منطقه قريبه من المرحله الثانيه والثالثه للعاصمه الاداريه الجديده، زائد ان هي ملاصقه لحي السفارات اللي هيكون فيه كل سفارات العالم. يعني حضرتك لو بتفكر في استثمار فهنصحك اكيد تتوجه للار 8، ولكن دايما احنا كمستثمرين لو احنا بنفكر في حاجه سكنيه للاستثمار هنصح حضرتك ان احنا ناخد جنب جامعه انترناشونال او ناخد في الكومباوند اللي على الشارع اللي بيفصل ما بين الار 8 وحي السفارات. فانا لو حبيت اخد في المنطقه دي فانا هاخد باقل سعر متر، في نفس الوقت على بيمنت طويله، وده هيفرق معايا في النت بريزنت فاليو او في قيمه الفلوس، لان في معامل تضخم عندي سنويا 14% في مصر، زائد ان انا هكون قدام حي السفارات مباشره، فانا هكون كوميونتي راقي زي الزمالك، في نفس الوقت دافع سعر متر قليل، ولو حبيت هاجر بالدولار، ولكن مشكلتها الوحيده ان انا هستلم بعد فتره طويله، فلو مش مستعجلين على السلام اتجه بقوه الار 8. بالنسبه للديستنيشن فاحنا عرفنا ميزه كل ديستنيشن، وفي نفس الوقت لو فكرنا في اللوكيشن فانا نصحت حضراتكم ان احنا ناخد على حي السفارات او جنب جامعه انترناشونال. بالنسبه للمعيار الثالث ان احنا بنختاره على اساسه شقه سكنيه وهي سابقه اعمال المطور وملاته الماليه، لان سابقه اعمال المطور وملاته الماليه هي الضامن الاول والاساسي ان حضرتك تستلم في ميعادك وفي نفس الوقت بالكواليتي المتفق عليها. بعد كده بنشوف حجم المشروع ونسبه الانشاءات، فكل ما زاد حجم المشروع ده افيد بالنسبه لك لان بتاخد فاسيلتيز اكتر، وكلما قلت نسبه الانشاءات فده افيد بالنسبه لحضرتك. فحضرتك لما بتاخد في كومباوند مبني على 16% اكيد افضل من كومباوند مبني على 22%، لان كده زادت الفاسيلتيز كل ما قلل نسبه الانشاءات، ده باستثناء طبعا بعض الكومباوندز المحترمه التابعين لشركات محترمه اللي هم عاملين 100% فاسيلتيز، واحنا عاملين فيديو مخصص ليهم موجود على كل منصاتنا على السوشيال ميديا، تقدروا تراجعوا كل الفيديوهات اللي عندنا هتستفيدوا جدا اكيد. بعد كده بنشوف تقسيمه الماستر بلان والاستشاريين اللي عملوا الماستر بلان دي، وقدامكم دلوقتي ماستر بلان لشركه محترمه عامله كومباوندز على مساحه 33 فدان. هتلاقي ان حضراتكم في بوابات على اليمين وفي بوصله فوق على اليمين، البوصله دي بتقول لحضرتك ان الشمال الشرقي هو اتجاه البحري، فحضرتك بالبوصله دي بتعرف الاتجاه اللي حضرتك بتفضله هيكون منين، وده نعتبره كمان معيار قدامنا ان احنا نشوف الاتجاه اللي احنا عايزينه نشتري على اساسه، مش بنشتري كده وخلاص. زائد ان احنا هنبص في الماستر بلان دي هنلاقي ان في 3 عماير اتاتش ببعض وفي عمارتين اتاتش ببعض وفي عماره سيبريت. اكيد انصح حضراتكم بالعماره السيبريت احسن من العمارتين اللي اتاتش ببعض، والاثنين افضل من الثلاثه. زائد ان احنا لما نختار عماره نختار عماره فيها 4 شقق بدل ال6 شقق، لان في نفس الكومباوند هنلاقي في 4 شقق وفي 6 شقق وفي شقتين، لان كلما قلت عدد الشقق في الدور كل ما ده كان افضل بالنسبه لحضرتك، وكلما زاد عدد الاسانسيرات في الدور فكل ده افضل لحضرتك. طيب دلوقتي اتكلمنا عن اهميه الفيو والاتجاه، وليكن الاتجاه البحري حضرتك بتفضله. طيب بالنسبه للفيو والاتجاه البحري انصح حضراتكم ان عدد المنافذ اللي تكون مفتوحه على الفيو ده او الاتجاه ده يكون اكبر عدد منافذ، فانا ما اكونش مختار فيو معين وليكن مثلا ووتر فيتشرز او اكواريوم او ايا كان هو انا واخد فيو ايه، ما يكونش في منفذ واحد، ما يكونش هو اتجاه مثلا الريسبشن شايف الفيو فانا كده شقتي اسمها فيو خلاص، فانا احاول يبقى اكبر عدد من المنافذ شايف الفيو اللي انا شايفه ده، مش بدفع مقدار تميز وخلاص. بعد كده هنبص على حاجه مهمه جدا ومن اهم الحاجات اللي احنا هنبص عليها وهي اللاي اوت بتاعت الشقه. اللاي اوت بتاعت الشقه حاول دايما تكون محافظه ان هو جناح الاستقبال غير جناح النوم، فما ينفعش مثلا في غرفه او في مطبخ مفتوحين على الاستقبال فهو كده جارح كل الشقه. زائد ان احنا لازم ناخد في مبنى فلات سلاب كله. انا مش عايز ادخل حضراتكم في حاجات هندسيه وانتو ديتيلز جدا، ولكن كل التفاصيل دي احنا شارحينها عندنا على كل منصات السوشيال
السوشيال ميديا تقدر تراجعها كلها وتفهم كل التفاصيل اللي ممكن تشتري على اساسها. واخر حاجه هتكلم عليها قبل ما نتكلم على الاوراق القانونيه وهي نسبه التحميل. نسبه التحميل من اهم الحاجات اللي حضرتك لازم تستفيد منها وتفهمها كويس قوي، وتعرف الجروس اريا والنت اريا والكاربت اريا، علشان للاسف بعض المطورين عملوا خدع كتير قوي في العاصمه الاداريه الجديده وخارج العاصمه الاداريه الجديده. فسريعا، الكاربت اريا هي المساحه المحسوبه من اكس داخلي، والنت اريا هي المساحه المحسوبه من اخر كل مدماج خارجي، والجروس اريا هي المساحه النت مضاف ليها نسبه التحميل. ايا كان، انا مش عايز حضرتك تدوش دماغك بكل التفاصيل الهندسيه والقانونيه دي، وعايزك تطمئن تماما. احنا كده بنقدم خدمه مجانيه بنسبه 100%، نقدر نختار لحضرتك افضل قيمه مقابل سعر، سواء للسكن او الاستثمار في كل العاصمه الاداريه الجديده او خارجها، لان احنا كده متعاقدين مع كل المطورين الموجودين في جمهوريه مصر العربيه، وبنكون في خدمتك انا وفريق العمل 24 ساعه. شكرا لكم.